الزكاة واللي فرضها الله على الأموال ديالنا باش كيتحقق التوازن الاجتماعي، واللي في الأصل كتخاض من الأغنياء وكتعطى للفقراء. أما في الديانة ديال التشيع فعندهم ما يسمى بالخمس، واللي كيتخاض من الفقراء وكيتعطى للفقهاء. الخمس أحد الفرائض الإسلامية التي لا كلام فيها ولا نقاش. وفي كل شيء كالدهن والأرز والطحين والسكر والملح والحبوب والدقيق والشاي والنفط والغاز والكبريت والكحل والزئبق وأثاث البيت والكتب غير المقروءة والكفن وأشجار الزينة وعيدية الأطفال والساعة والقلم وسائر الهدايا والهبات وأطقم الأواني المنزلية وطيور الزينة والأموال المحرمة والمسروقة، حتى لو غاص في أعماق البحار ووجد شيئا سوف يجد من ينتظره على الشاطئ ليأخذ خمسه، ولو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة، ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكذلك ما يتركونه بعد مماتهم من ميراث إلى آخره، وتشددهم في ذلك حتى على الأطفال والفقراء والمرضى الذين يجمعون الأموال من أجل العلاج. تخيلوا معايا حجم التريليونات ديال الدولارات اللي كيتجمعوا باسم الدين، وهذا الشيء كامل علاش؟ لماذا هذا المبلغ الكبير في الخمس؟ لماذا؟ حتى ماذا نفعل به؟ ماذا نفعل؟ حتى نضع الخطط والمشاريع ونؤسس المؤسسات والمدارس والفضائيات والقنوات ونهيئ المبلغين والعلماء، كل يعمل من موقعه لإيصال البشرية إلى ماذا؟ إلى مستوى أن يتقبل قيادة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. العالم كله يصبح دولة شيعية، العالم كله يصبح دولة شيعية، مو قبول العالم يصبح دولة شيعية. بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه، فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنا. لكن باش نكونوا أكثر صراحة معاكم، حنا ما كنلوموش الناس اللي كيجمعوها، ولكن كنلوموا الأغبياء اللي كيدفعوها. مليونير، ولكن محمد السيستاني مليونير الان في البنوك الاجنبيه، يكون المليارات الدولارات على حساب العمال والفلاحين والفقراء والجياعه في العراق. يا ابو هدى اتق الله. فلو خدموا العقل اللي عطاهم الله شويه كانوا غادي يعرفوا باللي هاد الديانه هي عباره عن اصل تجاري ضخم اللي كيسلبهم رزقهم في الحياه الدنيا وغادي يحرمهم من الجنه في الحياه الاخره.